السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنتعلم اللينك في ال HTML. ايه هو اللينك؟ اللينك ده انت تقريبا يعني مفيش موقع انت دخلته قبل كده او هتخشه او بتخشه كل يوم مفهوش لينك. فاللينك ده هو عبارة عن حلقة وصل ما بين مثلا الموقع بتاعك والموقع تاني انت عايز تودي المستخدم ليه، او ما بين الموقع بتاعك والايميل بتاعك اللي انت عاوز تخلي المستخدم يخش يكلمك من عليه، اللي هو كطريقة تواصل. اه هو عبارة عن الموقع بتاعك عايز تودي المستخدم بتاعك لفيديو، عايز تودي المستخدم بتاعك لصورة كمصادر خارجية أو كهذا، أو أنت عايز تربط الملفات بتاعتك ببعضها أو الملفات بتاعتك ببعضها. لو أنت مثلا عامل كذا كذا ملف جوه الموقع بتاعك وهكذا فأنت عايز تربطهم ببعض فبتربطهم عن طريق اللينك. ففي الفيديو ده هنتعلم ازاي بنكتب اللينك. هتخش على فيجوال ستوديو كود وتفتح الملف بتاعك. اول حاجه تفتح فيجوال ستوديو كود وتخش على الملف بتاعك، دوس اوبن فولدر. هيفتح معاك. اول حاجه عشان نيجي نكتب اللينك، لينك بسيط جدا. فاول حاجه بس عشان نتعلمها في اللينك هتكتب حرف الاي، هتدوس انتر هيظهر لك معاك ال href. ال href دي اللي هي بنكتب فيها اللينك اللي احنا عاوزينه. يعني كمثال بسيط هنخش مثلا نجيب لينك اليوتيوب وهنيجي نحطه وهنيجي نكتب هنا في النص. تمام. نيجي نخش بقى على الموقع بتاعنا. هتيجي ايه ظهرت معاك هنا، هندوس عليها هتلاقي فتح لي اليوتيوب بس في نفس الصفحة بتاعة الموقع بتاعنا. فأنا مش عاوز أخليه يفتح لي في نفس الصفحة بتاعة الموقع بتاعنا. فنيجي هنا نكتب تارجت، خليها بلانك. لما نيجي نخش تاني نعمل ريفريش هتلاقي فتح لي اليوتيوب بس في صفحة تانية، صفحة تانية خالص بعيد عن الموقع بتاعي. ودي يعني الأحسن في الاستخدام، إن ما أخليش اليوزر لما يجي يدوس على اللينك يفتح له في نفس الصفحة، مش بتبقى حلوة. إنه يفتح له في صفحة خارجية ده الأحسن بالنسبة لنا. تمام. تمام. تاني حاجة مثلا عندنا في اللينك هو إن مثلا أخلي المستخدم يدوس، مثلا اخليها كعبارة عن صورة، اخليها كصورة المستخدم مثلا يشوف الصورة دي فالصورة دي ترمز لللينك بتاعي. يعني هتشيل اليوتيوب، كلمة اليوتيوب دي خلاص نشيلها وهنكتب الايمج. وهنكتب لازم طبعا تخلي الصورة جنب الملف بتاعك زي ما قلنا قبل كده. هتكتب الامتداد بتاع الصورة. نخش الموقع تاني نعمل ريفريش، ظهرت معانا الصورة. لو جينا دوسنا على الصورة هتلاقي فتح لي اليوتيوب في صفحة خارجية تاني. تمام. تمام. طب لو انا عاوز مش عاوز كصورة بس انا عاوز اخليها كزرار، يعني عاوز اخليها كزرار تبقى شكلها احلى للعين وتبقى شكلها انضف في الموقع. فهنيجي نكتب بوتون وجوه هنكتب اي حاجة انت عاوز تخليها، اي انت عاوز تخلي اللينك ده عبارة عن ايه. فهنيجي نكتب مثلا يوتيوب، اللينك ده عبارة عن يوتيوب. نيجي نعمل ريفريش، ظهرت معانا كلمة يوتيوب، هتدوس عليها هتوديك على صفحة تانية، هتوديك على صفحة تانية خارجية. تمام. طب انا لو مش عاوز، انا مش عاوز اوديه على صفحة تانية، انا عاوز اربط بين الملفات او بين المواقع اللي انا عاملها جوه الملف بتاعي، يعني حاجات داخلية. فانت عندك بيقولك عندك في ال href، في ال href بنكتب ال URL. فال URL ده منقسم لحاجتين: لينكات عالمية او لينكات خارجية ولينكات داخلية. يعني ايه دي ويعني إيه دي؟ اللينكات الخارجية دي اللي هي بتكتب فيها ال HTTPS ويكتب فيها اللينك كامل زي اللينك اللي قدامنا كده، دي اللي احنا بنكتب فيها اللينك كامل. طب اللينكات الداخلية دي، اللينكات الداخلية دي اللي هو أنا عامل أكتر من موقع أو أكتر من ملف جوه الموقع بتاعي، حاجات أنا عاملها جوه الكمبيوتر بتاعي، حاجات أنا يعني تبع الموقع بتاعي وتبع الشغل بتاعي. فهنيجي مثلا نيجي نعمل هنا ملف جديد هنسميه تيست.
نيجي نكتب الأكونت بتاعته عادي، بس هنيجي نغير الاسم بتاعه بس عشان الناس إن احنا نعرفه. وهنيجي نكتب هنا مثلا هلو. تمام، ادي عملت ملف جوه الملف بتاعي، فانا عاوز اربط الملفين دول، عاوز اربطهم ببعض. فتيجي في الملف ده هتشيل اللينك اللي احنا حطيناه، وهتكتب اسم البتاع بتاعنا، عشان هو جنبيه على طول، فمش لازم اكتب له HTTPS والكلام ده، لا انا هكتب بس اسمه على طول اللي هو التست. هتيجي ظهر معايا، هتدوس، هتيجي فتح لك اهي على الموقع التاني على طول، على الموقع اللي انا عامله او الملف التاني اللي انا عامله. هيجي بس نغير اليوتيوب دي ونخليها تست. وداني على هناك على طول. تمام تمام. طب انا لو عاوز اخلي اللينك ده يجي يدوس على اللينك ده، آه، يبقى يخش على الجيميل بتاعي او يخش يتواصل معايا على طول. بيقول لك لما تيجي تكتب الجيميل بتاعك ما ينفعش مثلا تكتبه كده. بيقول لك لما تيجي تكتب الجيميل بتاعك، لما تيجي تكتب الجيميل بتاعك ما ينفعش تيجي تكتبه له كده وتسيبه له كده. ما ينفعش تيجي تكتبه له كده وتسيبه له كده. لو جينا سيبناها بالحالته دي وجينا دوسنا، هيفتح معايا صفحة ايرور. ليه مش هيفتح معايا؟ يقول لك ان في الجيميل بتاعك لازم تكتب له ميلتو، ميلتو، نقطتين في بعض. لما نيجي دلوقتي ندوس ريفرش، هتيجي فاتح معايا ان اسجل الايميل بتاعي عشان اخش اتواصل مع الجيميل اللي احنا كاتبينه هنا. فانت لازم لما تيجي تكتب الجيميل بتاعك تسبقه بالكلمة دي علشان خاطر اللينك يشتغل ويخش يتواصل معك. تمام تمام. هل خلصت على كده؟ خلصتش على كده. بيقول لك ان انت ممكن مثلا تخلي اللينك ده لما تيجي تدوس على اللينك ده يوديك على حتة تاني في الصفحة بتاعتك، نفس الصفحة دي نفس الصفحة بتاعتنا، بس مثلا هي عبارة عن مقالات كتيرة. عبارة عن مقالات كتيرة، ففي المقالات الكتيرة دي أنا عاوز أخليه يوصل بسرعة للحاجة دي، يوصل بسرعة للحاجة بتاعتنا. ازاي بنعملها؟